هو طبعا الرؤية مش عايز تأويل يعني هو، بس أنا عايز أقول أخ إن الرؤية بيستبشر بها يعني، نعم. لكن لا يترتب عليها عمل. نعم. وأنا أفصحت قبل ذلك وأعيد أن أنا يعني كشخص أحمد فريد أنا أرشح وأحب أخي الحبيب الشيخ حازم أو إسماعيل، وأعتقد أنه هو رجل مرحلة فعلا، وأنه هو له من التاريخ ووالده أسرته وتاريخه وإخلاصه كما نحسبه كذلك، وأنه يعني كعقلية يعني جدير بهذا المنصب، بل المنصب نفسه يتشرف به. ولكن كدعوة أنا يعني هذا الرأي يعني هو رأيي الخاص، ولكن الدعوة يعني يعني دعوة سلفية في الإسلامية يعني لا كأنه لها رؤيتها، وهي سوف تصدر إن شاء الله قريبا يعني من ترشحين. فأنا ماليش سلطة أن أنا يعني، ولكن أنا كشخص قد صرحت غير مرة برأيي. هو الأخ اللي بيتكلم عن التوافق يا شيخ بين الإخوان والسلفيين، هو لا شك أننا نسعى إلى هذا التوافق، يعني احنا نريد أن ألا يتفتت الصوت الإسلامي. هو لو تم التوافق ونرجو أن يكون يعني على الشيخ حازم يعني. نعم يعني أن يكون المرشح الذي يرشحه الإخوان ويرشحه السلفيون مرشح واحد، شك أن هذا لا شك حتى لا تتفتت الأصوات. نعم، لم للشمل. نعم، فالسعي من أجل ذلك مشروع يعني. السعي هو الأخ بيقول يعني السعي من أجل ذلك لو تم يبقى خير، ما تمش فطبعا احنا لنا مقاييسنا في اختيار الرئيس. لابد أن يكون يعني بعض الناس يقول أنه هو يكون عنده أدنى من حد من الالتزام أو أدنى حد. أنا أقول لا يكفي أدنى حد، احنا عايزين أقصى حد، لأن المنصب نفسه فتنة. يعني الواحد بيبقى كويس ولو دخل في منصب يعني زي اللي بيتعين شيخ أزهر أو مفتي، تجده قبل ما يتعين في المنصب بيقول كلام فتاوى، وبعد ما يتعين بيقلب علينا الترابيزة. فإحنا مش عايزين رئيس جمهورية إيمانه ضعيف أو شخصيته ضعيفة، نعم، أو خبرته مثلا في العمل السياسي أو يعني قليلة، يضعف أمام الإغراءات أو التهديدات يعني إن هو يمسك المنصب يبيع دينه ويعرضنا. أنا أظن أن الخط الأحمر عند السلفيين هو أن لا يمكن أن يتجاوزه أحد، هو أننا لن نرشح أحدا يعادي الشريعة. ما هي دي مفروغ منها يا شيخ محمد، احنا الناس سمتها أعلى من ذلك. يعني الناس عايزة واحد ينصر الشريعة بنفسه وماله ودمه وأولاده، وأنا شايف ان اللي فعلا كده الشيخ حازم. طيب ناخذ الاتصال. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.